يوم واحد، يوم واحد بس، وأما مونديال بيبتدي. أماكسيك ضد جنوب أفريقيا بكرة في الأستيكا، وترامب بيقول إن إنفانتينو كلمه وحلف إن دي هتبقى أنجح بطولة في التاريخ. أنا صحيت عشانكو، اتفضلوا. وبص الجامد، برشلونة بعت ورقة رسمية للأهلي علشان يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم، 2 مليون يورو تقريباً، والواد مصري بقى لاعب بارسا على عقد دائم. ياه، واحد منا في كامب نو. وفي خبر تاني هيوجعك، برشلونة نفسهم رفضوا يشتروا ماركس راشفورد ورجعوه مان يونايتد، والراجل من زعله مسح اسم بارسا من كل حساباته. ده اللي اسمه إهانة. خليني أوجعك بالرقم. أكبر لاعب سجل في كأس العالم في التاريخ روجر ميلا، 42 سنة و39 يوم. بيبي التاني ب39، ورونالدو لسه 40 وداخل لمونديال ده. تفتكر هيكسر الرقم؟ وعلى بلادنا، مروان عطية طلع وقال أنا متوقع نكسب بلجيكا 2-1 أو نتعادل 1-1. ياسر إبراهيم كمان قال إنه فرحان إنه ضمن ال26. ثقة فوق اللازم. ولا الواد فاهم حاجة مش فاهمينها؟ ورأيي أنا الشخصي، توخل بيلعب لعبة وحشة. طلع يقول إنجلترا مش مرشحة الأولى قبل مونديال بيوم. ده مش تواضع، ده تهرب من الضغط. أنا متابع الراجل من أيام تشيلسي، ودي طريقته، يرمي مسؤولية على اللعيبة. حرام عليه. وقبل ما أمشي، الأهلي ودع أليو ديانج رسمي بعد ما خلص عقده. نهاية حقبة في القلعة الحمراء. طب وإنت، إنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ حمزة في برصة؟ ولا راشفورد مرفوض؟ ولا توقع مروان؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.